السلام عليكم يا احلى اخواتي، احلى متابعات لقناه شهوات زياد. كيف درتو؟ بخير على خير، اموركم هانيه، صحه مزيانه، وليداتكم بخير. نتمنى يا ربي تكونوا بصحه مزيانه وانتم تشاهدوا لا فيديو ديال اليوم البنات. فيديو جديد راه بديتو معكم دابا تقريبا 10 وجدت النص ديال الحوايج اللي وجدتهم البارح. بغيت نمشي البنات عند عدوزتي، ان شاء الله ندوزو عندها واحد النهار زوين ونتغداو معاها ونرجعوا. ايوا صافي البنات، المهم البارح وجدت الدجاجه شرملتها قديتها. المهم انا غنخلي لكم تشاهدوا معايا شنو درت البارح. خديت البنات الدجاجه، راه غسلتها مزيان، المهم بلا ما غسلتها مزيان وسقطرتها وكل شيء وصافي البنات. المهم بات في الثلاجه مشرمله حتى فوق. دابا في الصباح درت البرمه كتسخن، غادي نعمرها بالفيرميسيل ونديرها تفور، وعاد ملي نديها للدار اللي عندهم عاد نحمرها في الفران باش تبقى سخونه. الفيرميسيل البنات عادي قطعتها هكا مع بعد ما درتها في الماء سخون، درت معها داكشي اللي عندي البنات، ما عندي لا حامض مصير لا هريسه لا والو. درت داكشي اللي كاين، درت الربيع بالزايد، درت الزيتون مقطع، درت شويه المليحه شويه الخرقوم وديك الشرموله اللي شرط ليا من الدجاجه. يبان لكم هادشي فيه الربيع كثير. ملي كنكون الناس باغا نفور الدجاج كنقوي الإقامه، حيت انا عارفه مع التفوار وعاد تعاود تحمر يلا كيجيو هذاك صافي مليحه. وغندير واحد الخويه ديال زيت بلديه. هاد الفيرميسا ما غاديش تزيك ولا الدجاجه، غادي نخليها على الجنب وصافي البنات. غندوز دابا نعمرها ونديرها تفور. والخضيره البنات قطعت خيزو، قطعته بهذا الشكل هذا، تيعجبني بهذا الشكل هذا نقطع بحال هكا. غنحاول نلقى ليه بلاصه هنايا في الكسكاس مع خيزو، راكم عارفين قطعته غليظ. يلاه يفور صافي. انا خرجت شويه ديال اللوبيا نسلقها، بطاطا درتها كتسلقتها شويه بالزيت، راكم عارفين الفيديوهات كتعجبهم بطاطا. صافي غندير بطاطا وخيزو واللوبيا والبابا ديجا عندي مسلوقه والخيار وباقي شابلاش. المهم غنشوف على حسب الطوسيل اللي عندي، الخضره اللي كيهز ليا. صافي تقريبا هادو الخضره اللي كيتكالوا وصافي البنات. المهم راه وجدت واحد الكيكه البارح، غادي نخليكم دابا تشاهدوا معايا الكيكه اللي صايبت البارح وتشاهدوا معايا الدجاجه المشرمله، وعاد نرجع معكم ان شاء الله من بعد ما ندير الدجاج ديال تفور ونمشيو البنات نفطروا عاد باش نجي نقاد شويه ديال البغرير. صافي الناس هادشي اللي هذا غتكملوا معايا النهار ان شاء الله حتى نمشيو عندهم وهانتوما معايا. اول حاجه البنات غادي نبدا بها واللي هي الكيكه. غادي ندير واحد الكيكه ديال التفاح. صراحه دابا لقيتها ديال التفاح. غادي ناخذ هذا المول هذا دهنتو بالزبده شتيتو بالدقيق وخليته على جنب. غادي نحتاج له مكونات ساهله. بالنسبه لهذا المول هذا كنحتاج فيه 3 ديال البيضات. يعني هاد الكيكه راه روتينيه معروفه ماشي شي حاجه جديده، ولكن المهم انا كنشارك معكم شنو كندير وصافي. المهم انا غادي نحتاج هنا 3 ديال البيضات بحارات المطبخ. عندي كاس سنيده، كاس لارو بزيت، 2 خمارات فاني. انا كنفضل البنات واخا يكون المول كبير 2 خمارات بركه، 3 يعني كيجي الكيكه طالعه بزاف ما كتجيش هي هذيك. قبصه ديال الملح. عندي البنات واحد 2 معالق ديال الكوك زوين، الكوك تيجي في الكيك زوين. لقيت البنات عندي الحليب في الثلاجه، فغنخدم بهذا الياغورت، واحد ياغورت طبيعي وواحد ديال الفريز. المهم هادشي اللي لقيت راه غيجي زوين. وقبصه ديال الملح. بالنسبه لهنايا غسلت واحد 2 تفاحات وغادي نضيف فوقهم الحامض باش ما يكحالوا. صافي كيك ساهل ماهل. شعلت الفران باش يسخن اثناء يكون انايا كنقاد فيها الكيك. غادي نمشي للبنات جبت واحد الرالونج باش درت فيه الباتور. غنخدم هذا الكيك هذا بالباتور باش ان شاء الله تجي كيكه مهويه وزوينه. وصافي البنات يلا انا غادي نطرب دابا المقادير ديالي وغادي نسرع المقطع وصافي. والدقيق تيبقى حسب الخليط ما ذكرتوش. غادي نستف التفاح من الفوق وندخلها البنات الفران اللي مشعل من قبل العافيه من الاسفل حتى تحمر ليا الكيكه تاعي، ونعاود نشعل العافيه من الفوق. نتلاقاو ان شاء الله ملي غادي نزينها معكم. راكم عارفين الكوك التفاح تيتماشى مع الكوك والكونفيسور. المهم انا غنشوف كي غادي نزينها. غادي نمشي دابا بالي نجيب شويه الكاكاو باش نزوق الكيكه تجيني هذا تجيني مزوقه من الداخل. نجيب الكاكاو ونجي ندير الكيك ديالي.
البنات الكيكه ديالتي من بعد ما وجدتهاش جات هي اللي جات صراحه زوينه، ولكن واخا ماشي انا الديكور اللي كنت بغيت. كنت البنات كما قلت لكم درت التفاح، بغيتو باش يبقى باين ليا الفوق. ما عرفتش واش يمكن جريت العجينه. المهم التفاح بحال هذا اللي في الجناب ما بقاش باين، بقى عا هذا اللي الوسط. المهم عقبت قاديت لها الديكوراسيون باش حيت خصها تكال، يعني صايبتها خصها تكال. شنو درت لها البنات؟ دهنتها بالكونفيتور ديال الحلوى، وداك التفاح اللي بقى باين درت فيه الكوك، وزينتها بديك لاصوص ديال الشوكولاته. ها هي تشوفوا، هانتوما كتبان لي جات زوينه. غنبيتها في الثلاجه باش تصبح بارده. شفتوا؟ وصافي البنات. والدجاجه، واحد الدجاجه شرملتها حتى نقول لكم غدا شنو غادي نطيب بها. راه ما شاركش معكم الشرموله عاديه، درت الربيع والثومه واللقامه كامله، شويه ديال الكمون، ما درتش الزيت، درتها عا بالماء، خلطت القمع بالماء مع الربيع. هانتوما تشوفوا راه من بعد البنات ما نقيتها وغسلتها مزيان وخليتها تسقطرات ونشفات، وحكيتها بالحامض وكلشي. المهم داكشي نتوما كتعرفوا ليه. وصافي البنات رقدتها ودرت لها السلوفان، وغادي نخليها دابا في الثلاجه. وان شاء الله غدا في الصباح غادي نوريكم شنو غادا ندير، شنو غادا باش غنرافقها. والفيرميسيل ها هي راه شريتها قبيله، غادي ندير بالفيرميسيل. وصافي البنات غادي نديها دابا في الثلاجه، وندير هاد الكيكه في الثلاجه، ونتلاقاو ان شاء الله في التتمه ديال الفيديو. البنات المهم سمحوا لي البنات، ما بقيت صورت معكم لي ديتاي مع كنزرب البنات. خاصنا نمشيو قبل الغدا، راكم عارفين نجلسوا شويه نبغوا نجمعوا هذه عاد باش ندوز نكمل التحضيرات الغدا. فحاولت البنات ما امكن انني نزرب، ما شاركش معكم شحال من حاجه. المهم هادشي راه روتيني وعادي. الدجاجه البنات من بعد ما فارت تبارك الله كبيره، نتوما تشوفوا. يلا باش تقدنا درتها في هذا المول ديال الزاج مجموع شويه عالي وغلفتها. انا البنات الدجاج هكا ملي كيكون فور وكنبغي ندخلو الفران باش يتحمر، ضروري نخلي واحد نص ساعه هكا ولا باش ينشف. عاد باش كندهنو غنمشي غنبغي ندهنو غنشارك معكم. وصافي البنات هنا اي حاجه فار درتها بوحدها. هذه البطاطا ما بغيتش نصوتي البنات الخضره من هنا، قلت نمشي. هذا الخيزو من بعد ما دار. هذه اللوبيا درتها هنا، ها هي. هذه الباربه، وهذه ديك الفيرميسيل اللي شاطت درتها هنا بوحدها باش ندير باش نديرها مع الدجاجه ندخلها الفران تحمر. صافي هذا هو الغدا ديالنا البنات. وشنو اخر؟ وصافي البنات المهم صايبت البنات البغري ما شاركتوش معكم، شي نهار ان شاء الله نشاركوا معكم. المهم صافا يعني كمتدربه في البغريه صافا، انتما تشوفوا تبارك الله راه صادق. المهم كل مره كيفاش كيصدق، ولكن دابا الحمد لله لقيت له المقادير يعني المضبوطه. صافي هكايا البغرير هو هذا. هذه البنات غير ديبانيت هكا شويه الحلوه بقات عندي، وهذا الكيك هذا للوليدات، هذا البسكوي هذا. وصافي والكيكه اللي صايت معكم البارح هي هذه. وصافي البنات راه ماشي المهم الماكله، راه كل خير في دارو. الانسان كيبغي يتجمع وكيبغي يبدل الجو سيرتو هكا في الويكاند. ايوا الحمد لله البنات. يلاه المهم غنجمع البنات هذا الشيء، ودابا 11:30 بالضبط. واحد شويه غادي نخرجوا ان شاء الله ونشارك معكم هكا لقيت شي حاجه مصوره في الدار.
ايوا البنات صافي وين راه لحقنا قبيله ما نشاركش معكم كلشي. صافي هاد الطبسيل غسلتو درتو هنايا. وهاد الخضره البنات راه كلها درت لها العطريه في البواطه ديال النيت باش اين فوا ندوز نبقى نسوطيها تكون فيها العطريه ديالتها. هنا الكمون والمليحه والهريسه وزيت البلديه والربيع والصافي والثومه وهذيك الذره. والذره غسلتها وخليتها هنايا والباربه حتى هي كلهم درت لهم نفس العطريه. وصافي غادي ندوز دابا الدجاجه راه دهنتها بالسمن وبالزبده ورجعتها كتحمر في الفران. وصافي البنات وغادي نديروا واحد العصير ديال لافوكا هكا. راكم دابا عارفين لافوكا موجوده. يلا البنات ملي غنقاد ان شاء الله الطبق ديالي ونرجع معكم. ايوا البنات هانتوما تشوفوا قاديت الطبسيجه تبارك الله غزال. درت له هاد الحطه هادي بحال هكا. ما عمري حطيت الخضره بهاد الطريقه قلت نجرب هاد المره درتها بشكل طولي. تشوفوا جات غزاله الدجاجه. كي جاك هادشي الله الصحة مثلا. اختي بصحتكم. نتمنى يعجبكم هادشي. ايوا زينة كثير دابا بصحتكم وراحتكم. ها نتوما جا غزال ما شاء الله. انا قلت لمرت لوسي هاد الطبسي فين مشيت تندي معايا كيعجبني في الحطه خصني دوك البصل الدايري. غنمشيو دابا ان شاء الله نتغداو. ايوا نتوما بصحتكم وراحتكم. ايوا البنات مشيت ما بقيت صورت معكم من قبيله. تغدينا البنات وجينا لهاد الصالون هذا تيعجبني هكا زوين وكبير وتبارك الله نقيقي وكلشي. ايوا جينا البنات جلسنا هنا. يلاه صلي قبل العصر. يلا قد العصر دابا جالسين هكا الوليدات كيلعبوا حدانا. غيبانوا لكم الطبالي معلقين. خفنا لي هذا حيدنا عليهم الطبالي خليناهم تيلعبوا. ايوا اش جبتي لنا يا مامون جبتي لنا الليمون. الليمون انا ناكل شي ليمونه معاكم. اجا زياد هاك الليمون. ايوا البنات دابا يلا غادي نوضوا نديرو نمشيو نعمروا واحد البريدي الاتاي ونجلسوا ديك الساعه الثاني. واخا حلي يا زياد حلي. نجلسوا نتجمعوا برا نديروا الكوتي على برا حيت الغدا تغدينا لداخل ونجيو زوين في الباديه. والله العظيم ماشي ما كنسخاش نمشي الصراحه. كنبدل الجو كنجمع. ايوا الحمد لله. ايوا البنات جايين عاوتاني خرجنا لبرا درنا الماء كيسخن الاتاي وجينا خرجنا برا شويه عاد نرجعوا ان شاء الله. لا قادو الكوتي ديالنا الوليدات كيلعبوا. والله البنات الى الجو غزال ما شاء الله. ايوا صافي البنات المهم الكيكه اللي صورت معكم البارح هي هذه جات فنه. شفتوا هي قطعت منها قطعتها طريفت الوليدات باش كل يهزها كطريف. جات زوينه الصراحه. وصافي البغرير ها هو راه باغا نسخنو ما والو باقي دافي مع كانت هذا. وصافي داك شويه د الحليوه جبتها هكا للوليدات وعمرنا اتاي والقهيوه. غنحطو دابا على برا ونصور معكم.